بداية النقاش. المنتخب المغربي فشل في تحقيق أول فوز بعدما قام بكل شيء أمام كرواتيا، خاصة في الشوط الأول. كرواتيا وصيف بطل العالم في النسخة السابقة، تعادل بدون أهداف. أمين، ما تعليق؟ قلت عماد أن المنتخب المغربي فشل في الفوز، وكأن المنتخب المغربي كان مرشحا قبل بداية اللقاء، وهذا من لكن مقارنة بالأداء الذي قدمه نعم في نعم أكيد. الشوط الأول في الكواليس، تحدثنا أنا والشيخ مصطفى مزار، قال لي مباريات المونديال يتم الفوز بها وليس لا نعم، تلعب خاصة في هذا تربح. المونديال يعني تغيرت الكثير من المعطيات بالنسبة لأكبر المنتخبات التي صارت تخسر أو تتعادل مع منتخبات كانت غير مرشحة حتى للفوز في دوري المجموعات. المنتخب المغربي أظن عماد قدم أحد أحسن المباريات منذ مواسم، يعني لعب بدفاع منتظم وصد الكثير من الهجمات بالنسبة للمنتخب الكرواتي الذي وجد صعوبات كبيرة في الوصول إلى الحكم إلى الحارس ياسين بونو، الذي يعني فاز ب رجل اللقاء وكان من بين أحسن العناصر في المباراة. ياسين بونو صد العديد من الكرات خاصة في الشوط الأول، وهو ما منح ثقة كبيرة لزملائه. الذي تحصل على جائزة أفضل لاعب. لا، ولكن كان ياسين بونو تحصل على أعلى تنقيط، يعني صحيح أكيد صحيح. أعلى تنقيط، وهو الذي صد الكثير من الفرص ومنح ثقة كبيرة للمنتخب المغربي الذي وصل هو الآخر إلى مرمى الفريق الخصم بفضل الكثير من الهجمات التي قادها بوفال هذا اللاعب الذي يعني منح إضافة نوعية لهجوم المنتخب المغربي. لقطة المزراوي يعني في تصدي الحارس كانت من بين يعني أحسن اللقطات، وكانت قريبة، يعني كان المنتخب المغربي قريب من التسجيل في